سمارتن ونمسيس، وكان عندهم قوة غريبة، وكل أهل القرية لاحظوا إن عندهم قوة خارقة. فأهل القرية قرروا يخلصوا من الولدين دول قبل ما يكبروا ومحدش يعرف يسيطر عليهم. وفعلا في يوم كل أهل القرية اتجمعوا وولعوا في بيت الولدين دول، وللأسف أهل الولدين ماتوا، بس سمارتن ونمسيس محصلهمش أي حاجة. ولما كبروا سمارتن قرر يواجه الشر ويساعد الناس، أما نمسيس صنع مطرقة وحط فيها كل غضبه، وقرر ينتقم من كل الناس عشان قتلوا أبوه وأمه. وبقى سمارتن هو الخير ونمسيس هو الشر، لحد ما جه في يوم حصل بين الأخين مواجهة، بس للأسف المكان اللي هم فيه انفجر، والناس كانت بتقول إن سمارتن فضل عايش ونمسيس هو اللي مات في الانفجار. وقصتهم بقت أسطورية ومحدش يعرف إيه الحقيقة اللي حصلت لحد دلوقتي. وبعد 20 سنة في أمريكا بيكون بيعيش هناك ولد صغير اسمه سام، وكان عايش مع مامته لوحدهم بعد ما باباه مات. وسام كان مهووس جدا بالبطل سمارتن، وكان نفسه لما يكبر يبقى زيه، وعلى طول كان بيرسم شعار سمارتن في كل مكان. وكان ساكن قدامه راجل كبير في السن اسمه جو، وجو كان شغال عامل نظافة وعايش لوحده في حاله. وفي يوم سام قرر يروح يسرق مع عصابة عشان كان عليهم إيجار متأخر ومحتاج فلوس. وفعلا وصلوا للمكان وسرقوا منه كراتين التذاكر. ولما وصلوا لرئيس العصابة اكتشفوا ان الكراتين دي كراتين شيبسي وما كانش فيها تذاكر ولا حاجة، تسأليني قبل ما تاخديها. وتاني يوم سام وهو مروح شافوه الأولاد اللي كانوا بيسرقوا معاه، فجريوا وراه عشان يضربوه وياخدوا منه الفلوس اللي سايروس اديهاله، لحد ما وصلوا عند بيته وفضلوا يضربوه. وجو جاره جه ودافع عنه وضربهم كلهم، وضربه ليهم ما كانش طبيعي. ولما واحد منهم طلع سكينة جو مسكها بإيده وطبقها، وكلهم قاموا بسرعة وهربوا من المكان. بس سام ما كانش مصدق اللي شايفه، واعتقد ان جو ده هو الأسطورة سمارتن، علشان اكيد مفيش شخص طبيعي عنده القوة دي. ولما سام قام وسأل جو عن سر قوته، جو قال له دي قوة عادية وهو كان بيتدرب وهو صغير. وهنا سايروس راح هو وعصابته عملوا سطوة على بنك، بس ما كانوش رايحين يسرقوا الفلوس، كانوا داخلين بهدف انهم يسرقوا المطرقة والقناع بتاع نمسيس. وفعلا سرقوا القناع والمطرقة من البنك. وكل يوم كان سايروس بيخرب في المدينة، وكان بيقول ان هو خليفة نمسيس وهيكمل مسيرته. وفي يوم جو كان راجع البيت مع سام، والاولاد اللي ضربهم جو جابوا اخوهم الكبير واستنوا لحد ما جو كان بيعدي الطريق، وخبطوه بالعربية وهربوا بسرعة من المكان. وفي الوقت ده سام كان خايف جدا على جو وكان مفكر انه مات، بس جو ما ماتش ولا حاجة، وفاق تاني وبدأ يصلح في عظمه اللي اتكسر. وبعدها قام ورجع البيت عشان يكمل علاجه، وبكده سام اتأكد ان جو هو نفسه الأسطورة سمارتن. وجو خد دش ورجع سليم تاني، واتفق مع سام انه ما يعرفش حد باللي حصل. وتاني يوم جو شاف ان سام لابس ساعة مكسورة فخدها منه عشان يصلحها. وبعد فترة واحد من العصابة شاف جو ماشي وكان سليم مفيهوش أي حاجة، فرجع بسرعة لباقي العصابة وبلغ سايروس باللي حصل وإنهم خبطوه بالعربية، يعني المفروض يكون ميت دلوقتي. وسايروس طلب من كل رجالته إنهم يروحوا يجيبوا الراجل ده. وفعلا رجالة سايروس لحقوا جو. أول لما وصلوا المكان فاضي اتخانقوا معاه، بس جو طبعا كان أقوى منهم بكتير. وفي واحد من رجالة سايروس رمى قنبلة على جو، وللأسف كان في بنت صغيرة في المكان، وده خلى جو ياخد البنت ويستخبى ورا عربية. والحركة اللي عملها دي كل الناس صوروها وعرفوا إن جو هو سمارتن، علشان مفيش راجل طبيعي هيعرف يقلب عربية بإيده. وانتشر المقطع في كل القنوات وقالوا إن سمارتن رجع تاني عشان يحارب نمسيس الجديد. جو أول ما شاف كده قرر إنه ياخد حاجته ويمشي من المدينة بسرعة. وهنا سايروس جهز رجالته عشان يروحوا يهجموا على بيت جو. ولما وصلوا البيت كسروا كل حاجة في المكان، بس جو ما كانش هناك. وسايروس وهو في الشقة شاف سام بيبص عليه من البيت اللي قصاده، وأمر رجالته إنهم يروحوا بسرعة ويمسكوا سام عشان أكيد سام عارف مكانه. وفعلا راحوا ومسكوه، بس سايروس عرف إن سام ما يعرفش مكانه، فقرر يرجع له تاني قبل ما يسافر. بس للأسف لما وصل بيت سام لقى البيت كله متبهدل ومامة سام مضروبة، وقالت له إن سايروس خطف سام ومش هيسيبه لحد ما يروح له. وجو اتحرك عشان يروح مخزن سايروس، وأول ما وصل المخزن رجالة سايروس كلهم كانوا مستنيينه، وبدأت الحرب بينهم. وجو كان عمال يضرب فيهم كلهم لحد ما سايروس راح جاب القناع والمطرقة بتوع نمسيس. وبدأت الخناقة بين سايروس وجو، وسايروس كان عمال يضربه ويقول له انه بياخد حق اخوه نمسيس اللي مات، وقال له برضه انه هيكمل مسيرة نمسيس. وفضل يقول لجو انت على طول كنت طيب، انما نمسيس هو اللي كان بينصف الناس وبيجيب لهم حقوقهم. فجو اتعصب وقال له ما تقوليش سمارتن تاني عشان انا مش سمارتن، انا نمسيس. وهنا بنعرف ان جو هو نمسيس مش سمارتن، وهنعرف ده حصل ازاي. زمان لما اتحاربوا الاتنين مع بعض والمكان اتفجر بيهم، سمارتن هو اللي وقع في النار ونمسيس حاول يلحقه بس للاسف معرفش. فمن وقتها قرر ان القصة تبقى سمارتن هو اللي عايش ونمسيس اللي مات،
علشان يبقى الحق هو المنتصر. يعني كل القصة دي وكل رجالته خافوا اكتر لما عرفوا ان ده نيمسيس. وسايروس هرب بسرعة من قدامه جوه وفضل يضرب في الرجالة ووصل للمكان اللي فيه سام. بس سايروس ظهر له تاني وبدأت المعركة بينهم، بس المرة دي جو ضربه وبعدها شاله ورماه في النار وراح فك سام. بس خلاص قوة جو كانت خلصت وكان محتاج مية عشان يبرد جسمه، فسام راح بسرعة وفتح عليه المية، واللي عمله سام عالج جسم جو. وسام بعدها سأله انت فعلا نيمسيس مش سمارتن؟ ازاي مع انك راجل طيب مش شرير زي ما القصص كانت بتقول؟ رد عليه جو قال له القصص مش بتحكي كل حاجة ولازم تفضل القصة زي ما هي، وبيكون كل الناس مقتنعة ان سمارتن هو اللي عايش ونيمسيس هو اللي مات، علشان يبقى الخير هو اللي دايما منتصر. والمكان حواليهم كله كان ولع، وجو طلع سام من المكان وبعدها اختفى. ولما سام طلع بره كل القنوات سجلت معاه، بس سام عمل زي ما جو قال له وما قال لهمش الحقيقة، وقال لهم ان سمارتن هو اللي انقذه، وبعد ما انقذه اختفى من المكان. وجو كان واقف من بعيد وسامع كل جديد. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.